في الفيديوهات اللي فاتت عرفنا ازاي الكمبيوتر بيشتغل من جوه، وكمان عرفنا ازاي ان نظام التشغيل هو المايسترو والقائد بتاع القطع الموجودة جوه الكمبيوتر دي. بس احنا عرفنا الكلام ده كله لحد ما اخر فيديو خلصناه كان في عالم مغلق، وجه الوقت دلوقتي ان احنا نفتح الباب عن العالم ده ونشوف بقى العالم الخارجي اللي هو عالم الانترنت. في الوقت اللي انت بتقرر ان انت تدوس فيه على زرار معين وليكن زرار الارسال، او بتقرر ان انت تفتح المتصفح بتاعك وتكتب فيه عنوان لموقع معين او بتبحث عن حاجة معينة، في اللحظة دي بقى في رحلة طويلة جدا بتتم، ولكنها كمان بتتم في خلال ثواني. الرحلة دي اللي بتاخدك جوه عالم الانترنت عشان توديك للمكان او الهدف المعين اللي انت عايز توصله. طبعا بقى بتمر على محطات وشوارع وعناوين وفي ارقام وعمليات معقدة بتتنفذ في الخلفية، وده طبعا ببساطة اللي هو عالم الشبكات. اهلا بكم معانا في سيك لينك. انا سيف لاشين، وجه ميعادنا مع الفيديو التاسع في سلسلة من الصفر للاحتراف في السايبر سيكيورتي. والنهارده بقى هنفك شفرة الاربع حروف اللي انت ممكن تكون سمعتهم قبل كده بشكل يعني مبالغ فيه كتير جدا وما كنتش فاهم معناهم ايه: الاي بي والدي ان اس والدي اتش سي بي والسب نتنج. وكمان هنعرف ازاي الهاكرز بيفكروا ويشوفوا المصطلحات دي بالنسبه لهم بتبقى ايه او بتبقى ماشيه ازاي. وكمان هنبص بقى المرات اللي في الانترنت وهنفهم المصطلحات دي بعين خبير امن سيبراني مش كمستخدم عادي. عشان ما اطولش عليكم وعشان نخش في الموضوع على طول، يلا بينا واوعى تفوت ولا ثانيه في الفيديو. تخيل ان انت عايز تبعت جواب لحد معين ولكن الحد ده في بلد تانية. طبعا في الحالة ديت انت محتاج تعرف العنوان الصحيح بالظبط اللي موجود فيه الشخص اللي في البلد التانية ده عشان الجواب يوصل له بشكل مظبوط وصحيح. نفس الكلام بالظبط في أجهزة الكمبيوتر وفي عالم الإنترنت. لازم تكون واخد عنوان اي بي اللي هو الاي بي ادرس اللي هو الانترنت بروتوكول ادرس. الرقم ده بالنسبة للأجهزة هو بالظبط زي الرقم القومي بالنسبة للإنسان. الرقم ده من غيره الجهاز عمره ما يقدر يدخل على الإنترنت خالص، لأن ده هو عنوان الجهاز على الإنترنت. وطبعا العناوين بتاع الاي بي دي ليها نوعين. اول نوع طبعا اللي هو البرايفت اي بي، ده بقى نقدر نعتبره زي رقم الشقة بتاعتك في عمارة كاملة. طبعا الرقم ده فايدته او ايه الفايدة او اللازمة الخاصة بيه ان هو عشان يعرف جهاز في وسط شبكة محلية، وليكن مثلا زي الشبكة بتاعت بيتك. انت بيبقى عندك راوتر في البيت موصل منه مثلا وليكن كمبيوتر، لابتوب، وموبايل مثلا بتاعك وموبايل بتاع حد تاني عايش معاك. دلوقتي في كام جهاز في البيت؟ 4. الجهاز منهم بقى عايز يقدم طلب معين عشان يطلع على الانترنت، فطبعا الجهاز ده لازم يبقى ليه عنوان خاص بيه عشان لو العناوين كلها وليكن شبه بعض او في تضارب في العناوين، دي حاجة تانية نتكلم عنها بعدين بشوية. المهم ان انت كده هيبقى في مشكلة في الشبكة. الشبكة مش هتبقى عارفة ترسل وتستقبل البيانات ديت من انهي جهاز، فلازم كل جهاز يبقى ليه رقم فريد مش متكرر في الشبكة كلها عشان يقدر يرسل ويستقبل بشكل صحيح. طبعا ده النوع الاول اللي هو البرايفت. في بقى نوع تاني اللي هو البابليك. البابليك ادرس بقى ده اللي هو البابليك اي بي. ده نقدر نعتبره هو رقم العمارة بتاعتك بقى كعمارة كاملة في وسط العمارة اللي في الشارع كلها. والرقم ده برضو بيكون رقم فريد ولكن انت بتظهر بيه بقى على الانترنت الخارجي. ده رقمك موجود على الشبكة العالمية للانترنت، والرقم ده برضو ما بيتكررش مع حد، اللي هو مرة واحدة بس. يعني زي ما الاي بي الداخلي بيتكرر مرة واحدة بس لكل جهاز، الاي بي الخارجي برضو بيكون مرة واحدة بس بقى للشبكة ككل. يعني انت دلوقتي زي ما قلت لك انت عندك راوتر فيه اجهزة، فكل جهاز منهم واخد رقم. الراوتر بقى نفسه واخد رقم على الانترنت كله. فانت كده معاك راوتر واخد رقم على الانترنت كله، وجوه الراوتر ده فيه اجهزه كل جهاز منهم واخد رقم على الراوتر ده نفسه. بس ده كده الموضوع ببساطه. زمان كان عندنا قسم كده او نقدر نقول مش قسم، عندنا اصدار معين كان اصدار قديم شويه من اصدارات الاي بي، كان اسمه الاي بي فيرجن 4. الاي بي ده كان عامل زي ارقام التليفونات القديمه كده، ولكن مش ده موضوعنا. احنا موضوعنا دلوقتي في نقطه تانية خالص، وهي ان هو وليكن كان بيتكون من الاربع مخارج او نقدر نقوله من الاربع اوكتات بقى عشان نتكلم بقى يعني كشبكات. واللي مش فاهم يعني ايه اوكت يعني خانه بالنسبه للشبكات. فمثلا وليكن زي الاي بي 192.168.1.1 ده اللي الناس كلها عارفاه بتاع الراوتر.
الاي بي ده بقى كل خانه من دول اسمها اوكتا. تمام، فهم دول كده الاربع اوكتات. المهم فالارقام دي كان ليها عدد معين بعد بقى الانفجار اللي حصل في تطور التكنولوجيا وفي عدد السكان. فالرقم ده كان قرب يخلص من الناس اللي هي المسؤوله عن توزيع العناوين والحاجات دي كلها. فطبعا ده معناه ان ممكن ناس فجاه ما تلاقيش العناوين هتخلص. فحصلت بقى حاجه عشان تنقذ الموقف ده، وهي ان هم طلعوا اصدار جديد من الاي بي بقى اسمه الاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 6 ده بقى غير الاي بي فيرجن 4 خالص، اطول. وكمان استخدموا فيه بدل ما كان ارقام بس، لا بقى ارقام وحروف. يعني احنا دلوقتي كده بنتكلم ان احنا عندنا تقريبا عدد لا نهائي من ارقام الاي بي اللي ممكن تتوزع على الاجهزه وتاخد عناوين بيها. وده طبعا خلانا ان احنا حرفيا حتى في المستقبل القريب او حتى في المستقبل البعيد احنا بيبقى عندنا ارقام وعناوين جاهزه للناس انها ممكن تاخد العناوين دي عادي جدا وتستخدمها. وكمان هو في ميزه افضل من الاي بي فيرجن 4 من وجهه نظري انا، ان انا بحس ان هو مشفر اكتر وكمان احدث، فيعني بيدي امان افضل. يعني الاول مثلا ممكن حد كان يحفظ الاي بي اللي هو الفيرجن 4 ده بتاع الاجهزه، وده كان سهل جدا، وده طبعا بيسهل من عمليات الاختراق ومن الفحص ومن الحاجات اللي زي كده. لكن بقى مع اصدار اي بي فيرجن 6 الجديد ده هيخلي الموضوع اكثر تعقيدا شويه عن الاول، وطبعا دي ميزه قويه جدا يعني. دلوقتي بقى جه الدور ان احنا نتكلم عن الموضوع من منظور السايبر سيكيورتي. ازاي الهاكرز بيبصوا للاي بي؟ خلينا متفقين ان الاي بي ادرس ده هو طرف الخيط اللي بيستخدمه اي هاكر في العالم كله عشان يعمل مسح او فحص للشبكه المعينه اللي هو عايز يعمل عليها اتاك، ومن خلالها بقى بيعرف يطلع المنافذ المفتوحه للاي بي. وكمان بيقدر يطلع تفاصيل اكتر هنتكلم عنها قدام شويه، باستخدام مثلا وليكن ادوات زي اداه انماب المعروفه اللي برضو هنشرحها بالتفصيل قدام. فالموضوع بيكون نقدر نعتبره ان هو الاساس اللي بتستخدمه الجهات الحكوميه كمان عشان توقع اي هاكر. من ناحيه الهاكر بقى ده الاساس اللي بيستخدموه عشان بعدها يعرفوا يعملوا اتاك على الشبكه او على الهدف اللي هم عايزين يعملوا عليه الاتاك ده. وعشان كده دايما نلاحظ حاجه موجوده اللي هي ان الهاكرز بيخفوا هويتهم دايما بحاجات مثلا زي الفي بي ان او بتور او ببروكسي او اي حاجه من الحاجات اللي معروفه في عالم الشبكات وكده، عشان ما حدش يقدر يعمل لهم تتبع لا من الجهات الامنيه ولا حتى من اي حد انه يعرف يوصل لهم. ودي نقطه مهمه جدا لازم نكون فاهمينها، لان ده اساس السايبر سيكيورتي، روح السايبر سيكيورتي في الشبكات اساسا. يبقى خلاصة الكلام اللي انا قلته في الفقره اللي فاتت ديت، وهو ان عنوان الاي بي ده هو بالظبط زي رقم التليفون الخاص بيك او زي رقمك القومي او ايا كانت المعلومه الموحده اللي موجوده مع شخص بعينه. ولكن طبعا في نقطه مهمه. تخيل كده ان انت معاك مثلا رقم تليفون لواحد، ولكن انت ما معكش النطاق اللي هو موجود فيه، او نقدر نقول مثلا عنوان بيته بالتحديد اللي هو العنوان النصي. انت معاك مثلا وليكن الرقم القومي ورقم التليفون، لكن ما معكش عنوان البيت اللي هو مثلا رقم البيت واسم الشارع واسم المنطقة وهكذا. طبعا ده معناه برضو ان انت مش ممكن توصل قوي. ولكن بقى ده النقطة اللي هتخلينا نعرف نكمل اللي جاي، وهي ان احنا بقى لما نفهم يعني ايه دي ان اس ويعني ايه دي اتش سي بي، ان هما دول الحاجتين المسؤولين عن توزيع العناوين الصحيحة للأجهزة، زي برضو العناوين بالنسبة للبيوت والشقق والعمارات والتوزيعات دي بالنسبة للبني آدمين. يلا بينا عشان مطولش عليكم. طبعا دلوقتي بعد ما عرفنا ان كل جهاز ليه عنوان اي بي اللي هو الرقم القومي بتاعه، بس خلينا بقى نتخيل حاجة دلوقتي، وليكن مثلا ان احنا بنتعامل بارقام الاي بي بس اللي هي العناوين، تمام، اللي هي الصراحة ما عندناش مشكلة. فتخيل بقى ان انت مثلا وليكن عايز تبحث عن موقع معين. هل انت بقى دلوقتي مطالب ان انت هتخش تكتب الرقم الطويل بتاع الاي بي بتاع الموقع ده بالتحديد وتحفظه في دماغك عشان تخش تبحث بيه مثلا في جوجل، عشان جوجل يطلع لك مثلا وليكن انت بتبحث عن جوجل نفسه او انت بتبحث مثلا وليكن عن فيسبوك دوت كوم، فبدل بقى ما تكتب له مثلا فيسبوك ديت تروح كاتب له بقى الاي بي بتاع الفيسبوك كده وخش تبحث عشان يطلع لك الموقع بتاع فيسبوك وتقدر تخش عليه. طبعا الموضوع ده لو كان ماشي بالنظام ده كان هيبقى موضوع معقد جدا، وكان هيبقى موضوع اصلا كمان صعب الحفظ جدا، لان مخ الانسان يعني مبرمج او مترجم ان هو يحفظ الاسماء اسهل بكتير من ان هو يحفظ الارقام. تمام. فطبعا الموضوع المعقد ده كان محتاج له حل منطقي،
يخلي الانسان يقدر يتكلم باللغة السهلة عليه، وفي نفس الوقت الكمبيوتر يوصل له الموضوع باللغة اللي هو برضه بيفهمها اللي هي السهلة عليه، اللي هي لغة الارقام. فحل الموضوع ده كله جه في حاجة واحدة بس، اللي هو الدي ان اس، الدومين نيم سيستم. ده كده عبارة عن سيرفر موجود في مكان معين، تمام؟ السيرفر ده بياخد منك الكلام كحروف، مثلا وليكن انت بتبحث عن جوجل دوت كوم، فانت بتكتب في شريط البحث جوجل دوت كوم، الكلمة اللي انت كتبتها او الجملة دي بتروح للسيرفر بتاع الدي ان اس، بتسأله هل عندك اي بي للعنوان ده اللي هو الدومين نيم ده؟ فبيقول له اه، يروح رادد عليه بالرقم بتاع الاي بي الخاص بالعنوان دوت المتسجل عنده قبل كده. فطبعا الموضوع ده بيتم، ويروح بقى مدخلك على سيرفر الموقع اللي انت عايز تتصل بيه او تتواصل معاه على طول بشكل تلقائي. ده كده باختصار العمليه اللي بتتم، اللي هي بتكون معقده، اللي طبعا بتتم في جزء من الثانيه، يعني حتى مش هقول لك ثانيه، لا بتتم في جزء من الثانيه. ولكن طبعا العمليه دي لو احنا قعدنا نشرح فيها بالتفصيل الممل دي يعني ممكن تاخد مننا كتير قوي. فده كده المبسط بتاعها عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع ماشي ازاي برضه. الدي ان اس ده بقى من منظور السايبر سيكيورتي. الدي ان اس بالنسبه للهاكرز هو حاجه مهمه جدا. طب ليه؟ لان لو الهاكر قدر يغير عنوان الدي ان اس او دليل التليفونات بالكامل اللي هو الدي ان اس كله عن طريق هجمه اسمها دي ان اس سبوفنج او دي ان اس هايجاكينج، ببساطه شديده هيقدر يوجه المستخدم بدل ما يروح للموقع الرئيسي هيوديه لموقع مزيف تمام. خلينا ناخد كده قصة بسيطة عشان نفهم الموضوع برضو. تخيل كده ان انت كمستخدم عادي، انت في يوم من الايام كده قررت ان انت عايز تخش على موقع البنك بتاعك وليكن عشان عايز تعمل اي حاجة معينة. فجيت كتبت اسم البنك في شريط البحث وانت مصاب بالهجمة بتاعت الدي ان اس سبوفينج او الدي ان اس هايجاكينج، وبحثت ودخلت على الموقع وانت فاكر ان انت داخل على الموقع بتاع البنك الاساسي، وهو في للاسف هو موقع مزيف شبيه لموقع البنك اللي انت المفروض كنت هتدخل عليه. فانت هتدخل اسم المستخدم بتاعك وكلمة المرور عادي جدا زي ما انت متعود، ولكن في الحقيقة ان الموضوع ده كله وصل وراح للهاكر، وطبعا هيتم اختراقك في الحالة دي. فالموضوع بيكون ليه برضو خطورة واضحة، مش يعني زي ما الناس مفكرة ان الموضوع ممكن يكون بسيط، لا. موضوع الدي ان اس مهم، وبرضه بيكون هدف قوي جدا بالنسبة للهاكرز، لانهم لو نجحوا في انهم يعملوا حاجة زي كده الموضوع نتيجته بعدها ممكن تسبب كوارث. دلوقتي بقى طبعا في حاجة مهمة احنا هنتكلم عنها، وهي ايه؟ تخيل كده ان انت مثلا وليكن قاعد في بيتك عادي جدا، وعندك راوتر مشكورا بتفتح، مثلا حد جالك ضيف فانت عايز تفتح له الانترنت، وده بالنسبه للشبكه بتاعتك اسمه جهاز جديد. فطبعا عشان الجهاز الجديد اللي انت هتدخله في الشبكه ده هيطلع انترنت، فمحتاج ان هو طبعا يبقى واخد عنوان اي بي. طب مين بقى اللي هيديله عنوان الاي بي ده؟ طبعا عشان ياخد عنوان اي بي بشكل تلقائي، لان انت طبعا مش كل حد هتجيبه عشان تفتح له الانترنت هتروح مدخله عنوان الاي بي اللي انت هتديله يدوي وتقعد في القصه دي كلها، لان الموضوع ده طبعا لو مثلا كمثال في شركه او في مكان فيه اجهزه كتير فالموضوع هيبقى مرهق. يجي بقى هنا الحل الجوهري اللي بيحل الموضوع ده كله في خلال جزء من الثانيه تقريبا، وهو سيرفر الدي اتش سي بي. نقدر نعتبره موظف توزيع العناوين في الشبكه، اللي بيدي للجهاز الجديد دوت عنوان اي بي، وبيديله كمان عنوان سيرفر الدي ان اس اللي هو هيخش يبحث فيه على العناوين اللي هو هيحتاجها. وببساطة شديدة نقدر نقول ده وظيفة الدي اتش سي بي، يعني بشكل مبسط جدا عشان الموضوع ما يبقاش معقد برضه والناس تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي. من منظور بقى السايبر سيكيورتي، فكرة الدي اتش سي بي دي ممكن تكون بالنسبة للهاكرز حاجة بجد نقطة خطيرة جدا. ليه بقى تكون خطيرة جدا؟ هنعرف دلوقتي. في مثلا هجمة معينة ممكن تتم بسبب سيرفر الدي اتش سي بي دي، زي مثلا هجمة الدي اتش سي بي ستارفيشن. الهجمة دي بتكون عبارة عن ان الهاكر بيقعد يدي طلبات لأجهزة وهمية كتير جدا لسيرفر الدي اتش سي بي الموجود، لحد ما يخلص منه كل العناوين اللي موجودة في السيرفر. طبعا لما بيجي بقى جهاز شرعي اللي هو جهاز حقيقي عايز يتصل بالشبكة، طبعا ما بياخدش عناوين لانه ما بيلاقيش عنوان ياخده، فطبعا الشبكة هنا بتتعطل دي. وفي كمان بقى حاجة اخطر من كده، وهي الروج دي اتش سي بي سيرفر. ده بقى الهاكر هنا بيعمل حاجه اوحش شويه، وهي ان هو بيعمل سيرفر دي اتش سي بي وهمي بدل السيرفر الاساسي، وكمان بيكون اسرع من السيرفر الاساسي.
فطبعا لما بيجي الجهاز جديد يتصل بيروح واخده على السيرفر الوهمي بتاع الدي اتش سي بي اللي هو عامله، ويديله عنوان اي بي، وكمان يديله عنوان دي ان اس مزيف زي اللي اتكلمنا عنه من شويه. فطبعا في الحاله دي بيكون متحكم في معظم الاجهزه اللي موجوده في الشبكه، من حيث بقى عن نطاقات الشبكه ومن حيث عناوين الاي بي كمان. فطبعا الموضوع ده ممكن يسبب خطوره شديده جدا. طبعا عشان كده الموضوع دوت مهم جدا لاي خبير امن شبكات ان هو يكون فاهمه، ان هو يقدر يامن كويس جدا سيرفر دي ان اس وكمان سيرفر الدي اتش سي بي. وبكده بقى طبعا نكون اتكلمنا بشكل واضح جدا عن سيرفر دي ان اس وعن الدي اتش سي بي، وعرفنا ان الدي ان اس ده اللي هو سيرفر العناوين بتاع الشبكات او النطاقات، وسيرفر الدي اتش سي بي ده نقدر نقول عليه موظف توزيع الاي بيات للشبكه. ودلوقتي جه دورنا بقى ان احنا نتكلم عن اخر جزء في الفيديو دوت من اهمهم، وهو السبنيتنج اللي هو تقسيم الشبكات. يلا بينا عشان الكلام في الموضوع ده هيبقى مميز جدا وهتستفيدوا قوي. دلوقتي تخيل ان انت مدير امن في شركة ضخمة فيها الاف اجهزة الكمبيوتر. فطبعا مش هينفع ان كل الاجهزة ديت من حيث الخبرة، او مش من حيث الخبرة، من حيث الامن في الشبكة، ان كل الناس دي تتوصل على شبكة واحدة، لان ببساطة شديدة لو حصل اختراق لجهاز واحد بس الهاكر بسببه هيقدر يشوف كل الاجهزة الباقية، وده طبعا هيسبب خطورة عالية. عشان كده بقى الخبراء بتوع الامن بيلجأوا لحاجة اسمها تقسيم الشبكة او السبنيتنج. وهنتكلم دلوقتي عن موضوع السبنيتنج دوت عشان الناس تفهم هو ايه وايه فايدته وهو كمان عبارة عن ايه. السبنيتنج ببساطة هو عملية لتقسيم شبكة كبيرة لأجزاء صغيرة نقدر نقول عليها إن هي معزولة نسبيا عن الشبكة ككل. كل بقى شبكة صغيرة أو كل جزء صغير اللي هو السبنت بيكون في حاجة خاصة بيه اسمها السبنت ماسك. السبنت ماسك ده بقى نقدر نعتبره إن هو المسؤول عن إن هو بيحدد لكل جهاز رقمه في يعني نقدر نقول مثلا هفهمها لك إزاي. بيبقى فيه رقم اللي هو بتاع الاي بي اللي قلت عليه اللي هو فيه الاربع اوكتات ده، تمام. السبنت ماسك ده بقى بيحدد، وليكن مثلا انت بيقول لك انت دورك في الكشف كذا وانت ساكن في الحي الفلاني. يعني انت بيديك تفاصيل دقيقة جدا موجودة عن الجهاز ده في قلب الشبكة. ده دور السبنت ماسك، ان هو بيخلي الجهاز يعرف بالظبط هو رقمه في الكشف كام، وكمان بيعرف الجزء الخاص بيه في الكشف ده اللي هو في انهي حي بالظبط. وليكن مثلا كأنها المنطقة سكنية وشخص موجود في المنطقة ديت، فهيقولوا له انت هتسكن مثلا في الشارع الفلاني وهتسكن في البيت رقم كذا في الشارع ده. فهو ده كده ببساطة التقسيمة. من حيث بقى منظور السايبر سيكيورتي والهاكرز، السبنيتنج ده بقى بنعتبره حاجة مهمة جدا 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 وليها قوتها في الأمن. طب ليه بقى الموضوع ده؟ أول حاجة وهي إن هو المسؤول عن تخفيف الضرر بالنسبة للهجمات. طب إزاي الموضوع ده؟ خلينا نتخيل دلوقتي إن إحنا عندنا زي ما قلنا شركة فيها عدد كبير من الأجهزة، تمام؟ دلوقتي مثلا وليكن الأجهزة دي متقسمة لشبكات فرعية. حصل بقى اختراق على شبكة فرعية منهم على سبنت معين، تمام. في الحالة دي إن الهاكر مش هيقدر يتعامل ويتفشى في الشركة كلها وعلى الأجهزة بتاعت الموظفين والناس الموجودة كلها، لا. هو كل اللي يقدر إن هو يعمله إن هو يعرف بس الأجهزة اللي موجودة في الجزء ده بس اللي هو الجزء المصاب، ولكن الأجزاء الباقية هتبقى محمية بشكل أفضل. تاني حاجة كمان وهي التحكم في المرور. نقدر الخبير بتاع الامن يقدر ان هو يحط جدارات ناريه متعدده بين كل شبكه فرعيه والتانيه، وده طبعا يخلي فيه تحكم افضل بين الشبكات وبعضها. طبعا اخر حاجه وهي اخفاء الهيكل، ان يقدر خبير الامن بسبب ان السبنيتنج ده موجود ان هو يخلي الهاكر لو حتى فكر ان هو يخترق جزء او سبنت منهم هيخش يتوه وهو بيعمل ريكونيسنس، مش هيعرف يوصل لهيكل الشبكه ككل بتاع الشركه، وطبعا الموضوع ده هيصعب عليه الموضوع اكتر. يبقى السبنيتنج هو الجزء المسؤول عن تقسيم الشبكه لزياده امانها وحمايتها. وبكده نكون خلصنا الاربع مفاهيم الاساسيه اللي هم الاي بي ادرس ودي ان اس ودي اتش سي بي وكمان السبنيتنج، اللي هم اساسا يعتبروا العمود الفقري لعالم الشبكات. ولكن طبعا ده مش اخر السلسلة، لان لسه في فيديوهات تانية جاية اكتر وهتكون اوضح لسه في قسم الشبكات.
والبروتوكولات الاساسيه، ده اللي هيكون الكلام اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. فطبعا ما تنساش تكون متاكد ان انت مفعل الجرس ومشترك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جايه. وكمان ما تنساش تسيب تعليق وتقول لي رايك في الفيديو، وتقول لي انت استفدت منه ايه بالظبط، وايه اكتر حاجه كانت مخلياك مش قادر تفهم الشبكات وفهمتها بعد الفيديو ده. وبرضه لو انت لاحظت حاجه ما عجبتكش تقدر تكتبها لنا في التعليقات، لان انا بتقبل كل الاراء. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.